شكر واجب لفريق كابس يونايتد، والله الواحد مش عارف يشكرهم على ايه ولا ايه. على انهم خرجوا مازيمبي من البطولة، ولا على انهم وقعوا مع الزمالك في مجموعة واحدة، ولا على انهم بيلعبوا الزمالك اول مباراة وفي مصر وبالمستوى ده. وانا اخص بالشكر حارس مرماهم اللي حاول في الشوط الاول على قد ما يقدر يهدي الزمالك جون، وربنا وفقه في الشوط الثاني سواء في جون باسم او جون ستانلي. وبيني وبينكم لما لقيته طالع في الشوط الثاني شوط فاول من على بعد اكتر من 30 ياردة قلت فرجت هتتقطع وهوبا جون اخر فرفشه. لكن الراجل فاجئني انا وانتم وطلع شبح بصحيح. الراجل حط كوره الشناوي شالها بالعافيه. ايه ده يخرب مخك يا شيخ؟ ده احنا بقالنا موسم كامل ويمكن اكتر ما شطناش فاول زي ده. بالمناسبه نسبه تسجيل الزمالك اجوان من فاولات تقريبا هي نفس نسبه التسجيل من الاوتات. الزمالك بيبدا المباراه 4-2-3-1. الشناوي، علي جبر الونش، على يمينهم اسامه ابراهيم وعلى شمالهم محمد ناصف. 2 ارتكاز طارق حامد ومعروف، قصادهم 3 شيكابالا في اليمين، رفعت في الشمال، في القلب والتاني مره مع اناسيو مصطفى فتحي تحت باسم مرسي. الشيء المشترك بين مباريات الزمالك في الدوري الفتره الاخيره ومباراه النهارده هي كميه حسبي الله ونعم الوكيل اللي الجمهور بيقولها وهو بيخبط دماغه في الحيطه. في الدوري بسبب الاداء السيء وانعدام الفرص تقريبا، والنهارده بسبب كميه الفرص اللي الزمالك ضيعها في الشوط الاول بس. الزمالك ضيع في الشوط الاول تقريبا، لا تقريبا ايه، الزمالك مضيع وش 8 فرص، يعني رقم يعادل الفرص اللي اتيحت للزمالك من بدايه الدوري مثلا. فريق كابس يونايتد دخل المباراه مش شايف قدامه فعلا، ودفاعه وحارس مرماه عملوا كل اللي يقدروا عليه عشان الزمالك يتقدم. تمركز غلط ووقفوا، رقابه ما عملوش، قلش وقلشوا، فاولات حوالين ال 18 وعملوا نص الملعب وما عدوش، والفتحه مش حافظينها. 8 فرص في شوط واحد، ده رقم كبير ما بيتكررش كتير، لا ده ما بيتكررش خالص في بطولة قارية ولا محلية ولا رمضانية. الزمالك ضيع فرص بكل الأوضاع والأشكال، ما كانش فاضل غير الشناوي يطلع ويضيع وتتحسب ضربة جزاء وتضيع عشان نبقى عملنا كل حاجة في الكورة بس من الناحية التانية. الملاحظ على الأداء إن في روح وسرعة في التمرير والتحركات، ودي حاجة نسيناها مع الزمالك من زمان. والملحوظة التانية هي غياب كامل لباكين الطرف اسامه وناصف، مش الشوط الاول بس، لا طول المباراه هجوميا مفيش ولا كروس منهم. والى حد ما عندهم عذر لان شيكابالا ورفعت فاتحين على الخط طول الوقت والاخر الملعب وما بيضموش لجوه في الهجمه عشان يفضوا مساحه لناصف واسامه. ودفاعيا ما نقدرش نحكم عليهم كمان لان مفيش هجوم من اطراف كابس يونايتد اصلا. الملحوظه الثالثه هي الضغط العالي والمنظم لما بنفقد الكره وبنستردها بسرعه. ساعد على كده الصراحه ضعف مهارات بطل زيمبابوي، وتحس انهم مخضوضين من شيء ما. امال لو كان في جمهور في الملعب بجد ومالي الملعب كان جرالهم ايه؟ غالبا كانوا هينصهروا. طارق حامد مش في مستواه، بس هو مش مستسلم للاحساس ده، بيجري ويخبط وبيحاول، بس المحصله انه بره الفورمه. الصراحه الراجل مستهلك ومحتاج يريح شويه. معروف ما زلت مصمم انه لو مصري ماشي يعدي، انما كمحترف اسف جدا، سامحوني جدا. يعني تخيلوا لو شلنا طارق حامد بمستوى ده من نص الملعب جنبه هيبقى ايه المنظر والنتيجه؟ مصيبه سودة. مصطفى فتحي في مركز صانع الالعاب للمره التانية غير مقنع، وطول الوقت بيحن لمكانه ومايل على شيكابالا، فسايب مساحه كبيره بينه وبين رفعت وتحت باسم. كالعاده اخر كام ماتش بتتصرف له فرصه جون مؤكد بيضيعها ويخليك ما تشوفش ال5 دقايق اللي بعدها من الماتش لانك بتبقى حاطط وشك في الحيطه بتسب وتلعن. مصطفى في طريقه بقوه في الفتره الجايه لدكه الاحتياطي. خلاصه الشوط الاول فرص ضايعه تخللها شويه تمريرات في نص الملعب، والصراحه انا وكتير غيري اتفاجئنا انه خلص بسرعه، واتفاجئنا اكتر انه خلص 0-0. ينفع كده بعد كل ده والشوط يطلع 0-0؟ طبعا ينفع، كل شيء جايز مع الزمالك، ولو كان لبس كمان جول برضه عادي ولا اي اندهاشه. الزمالك زي الدنيا، كل شيء فيه وارد وممكن يحصل. الزمالك بيبدا الشوط الثاني ضاغط برضه، لانك لو ما كسبتش على ملعبك الفرقه دي بالمستوى ده يبقى انت بره البطوله وش وتستاهل اللي يجرالك. لكن الخطوره مش بمستوى الخطوره في بدايه الشوط الاول، لان اللعيبه بدات تحس بالتوتر، وكمان المجهود البدني الكبير اللي بذلوه في الشوط الاول استهلك مخزون اللياقه البدنيه. وعشان ربك عالم بالحال، باسم بيسجل الجون الاول من عرضيه شيكابالا بعد 12 دقيقه، لان لو الجون ده اتاخر شويه التوتر كان هيقلب بعصبيه وصربعه وتلويش، والليله هتقلب بغم. بس استنى باسم، هو انت بتعمل انلايك لمين؟ امال لو مكسرين الدنيا طول الموسم كنت عملت فيهم ايه؟ انا مش فاهم اللعيبه اللي مش مستحمله حد ينتقد ادائهم دماغهم فيها ايه؟ اللعيب واخد فلوس عشان يكسب النادي وما بيكسبوش، واداؤه زفت
وممكن تلاقيه بعد الماتش مش في دماغه، والجمهور ما بيقبضش منكم ولا من النادي، وبيتحرق دمه في الماتش، وبيستمر محروق دمه من الماتش للماتش اللي بعده على امل ان اللي جاي احلى، ومش عاوزينه يزعل ويبرطم كمان لو لازم الامر. اللي مستواه نزل او بينزل ومش عاوز الجمهور يزعل ويزهق منه يمشي. فرق الشركات والانديه الاجتماعيه ماليه الدوري، روح هناك لغوص براحتك ومحدش هيجي جنبك، وتبقى ريحت واستريحت. بعد جون باسم هبط الاداء، وبدا كابس يونايتد يطلع من نص ملعبه ويوصل حوالين منطقه جزاء الزمالك، وكل المحاولات كانت بتتكسر بشكل اساسي عند الونش، ومن بعده علي جبر، وسط هبوط مرعب في مستوى مصطفى فتحي ولياقة شيكابالا ورفعت. فقرر إيناسيو يحاول يقفل ويسيطر على نص الملعب، وبيقلب الطريقة ل4-3-3 بنزول إبراهيم صلاح مكان مصطفى فتحي. سيبوه، محدش يكلمه، هو لوحده هيعرف غلطه بالتجربة. هيكتشف ان كل ما بينزل ابراهيم عشان يمسك نص الملعب بيروح منه خالص، والماتش بيقلب عليه. ولما هيتفرج على الماتش تاني انا متأكد انه هيسأل مساعدينه مين اللعيب نمرة 5 ده، ونزل ليه، ومين اللي نزله، وليه بيعمل كده في نفسه وفي زمايله وفي الجمهور. وبيستمر إيناسيو في محاولة تحسين الأوضاع بنزول ستانلي مكان شيكابالا، وفعلا ستانلي فرفش الناحية اليمين وأثبت إن ستانلي الدوري غير ستانلي الدولي، وأثبت ده بشكل قاطع ونهائي بالجون التاني اللي خلص به الماتش ضبة ومفتاح. الزمالك النهارده جاب جونين من عرضيتين، وده شيء مفتقد من زمان، مفيش جوان من عرضيات ولا من غير عرضيات الصراحة. تغيير رفعت بمحمد إبراهيم لا جديد عشان محمد إبراهيم بيزعل. البداية كبداية موفقة جدا وكنتيجة ضعيفة جدا قصاد فريق بالمستوى ده، ولو انها كانت هتبقى رسالة مرعبة لكل فرق المجموعة لو الزمالك نجح في تسجيل نص فرص الشوط الاول. وكلمة في ودن الراجل، هو باولو وحش قوي كده لدرجة انه يخرج من القايمة لحساب مايوكا يا راجل عيب، ما تقولش الكلام ده. وبالنسبة للمقارنة بين دونجا وابراهيم صلاح، خصوصا لما تقرر تلعب 4-3-3، انا حاسبها لضميرك وهسيبك للايام وهي تعلمك.